السلام عليكم خوتي المغاربه. واحد النقطه مهمه خصكم تردوا ليها البال هي المساله ديال الذباب الالكتروني. ملي كيكون شي لايف ولا كيكون شي فيديو ولا شي واحد من ديال الاخوان ديالنا المغاربه اللي تيدافعوا على البلاد ديالهم، خصوصا من التهجمات اللي كتجينا من طرف الجزائر، كيدخلوا ناس وكيبقاو يدافعوا على النظام ديالهم وما كيحاولوش يفهموا ما حتى شي حاجه. يعني كيبقاو يضربوا ديريكتومون، كيبقاو يضربوا في داك الشخص اللي هو تيعطي ربما تحليل ولا كيناقش شي حاجه اللي هي واقعيه وحقيقيه. اوتوماتيكمون هما ما تيقبلوهاش، وحنا عارفين هادشي بلا ما نغوصوا في هذا الموضوع هذا. يعني كيكون رد فعل، هذا الرد فعل هذا من هذوك الناس اللي هما كيديروا لي كومونتير ولا هذا، وكيكون السب وكيكون كل واحد كيفاش. المهم هو كيدافع على هذاك النظام العسكري الجزائري. في هذه الحاله هذه كيوليو المغاربه شنو كيقولوا الذباب الالكتروني، وكتروج هذه الكلمه هذه وكتداول بزاف. يعني كنسمعوها ديما، وحتى في لي كومونتير ولا في التدخلات ديال بزاف ديال الاخوان تيقولوا بان راه الذباب الالكتروني. اللي بغيت نقول لكم هو راه الذباب الالكتروني راه ما كاينش عند الجزائر صافي. الحكام ديالهم، العسكر ديالهم اللي تيحكم استغنى على هذه القضيه ديال يبقى يعطي فلوس للناس اللي غتبقى تدافع عليه، ولا غادي يدير دي لوجيسيال ولا دي زابليكاسيون اللي غادي يبقاو يدافعوا عليه. لا، ما بقاش هو ما كيخسر حتى ريال في هذا الشيء. هذوك الناس اللي هما كيجاوبوا راه الشعب، هذوك راه الذباب الالكتروني راه الشعب. هذاك هو الشعب الجزائري. الشعب الجزائري كيدافع على النظام ديالو اللي هو كيضطهد فيه وكيقمع فيه وكينهب الثروات ديالو، وداك التسيير دايرين الضحكه في العالم. العالم كامل كيضحك عليهم، لا تسيير لا تنظيم لا حتى شي حاجه، بدون مقابل. الشعب الجزائري ولا ذباب الكتروني بدون مقابل. خصكم تعرفوا هذه الاخوان، وتحياتي.